استعدادات المنطقة للموسم الجديد إن شاء الله. إحنا الموسم هيبدأ بالناشئين ابتداء من أول 9. بنبدأ بقى. إحنا عندنا مشكلة كبيرة في الملاعب في منطقة الغربية، في محافظة الغربية. عندنا مشكلة كبيرة في الملاعب، ملاعب كتير مقفولة. بنحاول نعاين الملاعب من الأسبوع الجاي إن شاء الله. وهنحاول الملاعب اللي هي فيها مشاكل نحلها عشان نزود عدد الملاعب اللي هتبقى فيها دوريات بتوع المنطقة واتحاد الكورة إن شاء الله. لما يبقى في فرقة في الدوري الممتاز بيبقى في حالة طوارئ شوية، وبالذات لما يبقى في 3 كبار، طنطا وغزل وبلدية، ووجود الغزل السنة دي السنة الجاية في الممتاز، والسنة دي البلدية موجودة. هل بيبقى في حالة قلق، ولا خلاص وجود ال3 فرق على مدار المواسم السنين السابقة بقى أمر طبيعي يعني؟ طبعا السنة دي في طفرة كبيرة في نادي غزل المحلة. انهم طبعا صعدوا من الدوري الممتاز. غير كده عاملين احلال وتجديد في جميع مرافق الشركه. كشركه كوره بيغيروا الملعب كله، بيعملوا شاشه كبيره. ارضيه الملعب والنجيله بتتغير، الاضاءه بيعمل لها زياده كفاءه. حتى الملاعب الفرعيه بيغيرها. فطبعا دي طفره كبيره ما حصلتش من زمان، يعني من فتره ما حصلتش الطفره دي. يعني بننتهز الفرصه وبنشكر رئيس مجلس الاداره مهندس وليد خليل، فعلا عامل طفره رياضيه في الانشاءات في غزل المحله وفي المحافظه. السنة دي ثم قبل ذلك كان طنطا برضه. هل ده بيبقى فيه ثقل على المنطقة، ولا أصبحت الأمور دي عادية لمنطقة الكورة؟ البلديه احنا بندعي لها طبعا انها عندها فرصه مش كبيره انها تقعد في الدوري الممتاز، وربنا يسهل لها وانها تقعد في الدوري، لان عندها ماتشين صعاب. يعني عندها الجونه والزمالك، ماتشين صعاب. اتمنى انهم يكملوا في الدوري الممتاز. يبقى عندنا غزل المحله والبلديه السنه دي ان شاء الله. طنطا السنه الجايه تدخل دوري ممتاز. لما يبقى في 3 فرق في دوري ممتاز في محافظه الغربيه، بالتالي مش موجوده في اي محافظه من المحافظات الاقاليم. بيبقى ضغط على المحافظة، ولا الأمور عادية؟ لا والله، هو بيبقى عياد في المحافظه. النهارده لما يجي لك اهلي وزمالك 3 مرات في السنه، فبيبقى طبعا، لا بيبقى هو ضغط على الامن. بس هو الامن طبعا بيبقى ضغط على الامن، انما احنا كمنطقه بنبقى سعداء لما يكون في 3 انديه كبار في محافظه الغربيه في الدوري الممتاز. ده بيبقى عيد. شكرا على الاتصال السريع والحوار السريع ده مع حضرتك، لا، وإن شاء منور. الله يكون في مزيد من اللقاءات مع حضرتك. وشكرا على هذه الأخبار وهذه المعلومات من حضرتك. نورت يا حبيبي وشرفت. لو نورت وشرفت، وان شاء الله يبقى في لقاءات قادمه تبدا من الموسم الجديد ان شاء الله. نورت يا حبيبي.